لك على 3 حاجات لو انت عملتهم بشكل متكرر مع الوقت هتأذي معدتك والجهاز الهضمي كله. وثالث حاجه فيهم ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها. اول حاجه قد يكون البعض عارفها، هو انك تشرب على الريق بشكل متكرر المشروبات المحتويه على التانينز زي الشاي وزي القهوه والاسبريسو وغيرها كتير. ودلوقتي ناس كتيره جدا موضوع الاسبريسو بالذات، وهي هيفي كوفي بالمناسبه، بياخدها الصبح على الريق بدري. الحاجات دي ليها تاثير سلبي جدا على جدران المعده، ولها تاثير سلبي على افراز الحمض المعدي وانت لسه اصلا ما اكلتش. انا ما بقولش على اللي بيشربها وهو بياكل، معاه ساندوتش، كلام جميل جدا، انا من غير حاجه خالص واخد بعضي وانزل وبعدين ابقى اشوف انا هفطر امتى، لها تاثير سلبي جدا على المعده. رقم 2 انك تاكل وتنام. تاكل وتنام اتكلمنا قبل كده ليه تاثير سلبي على طول على الارتجاع، وقلنا زمان ان اعلى معدلات افراز عندي للحمض المعدي حتى من غير ما اكل هي بتكون بالليل. فتخيل انت اكلت وطلعته، زائد كمان ان انت كمان بالليل، فالافراز هيبقى افراز مضاعف، ففرص الاصابه مع الوقت عندنا بالارتجاع او عسر الهضم عاليه جدا. رقم 3 ودي ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها، وهي البروبايوتكس اللي عندنا في الاكل. كم واحد محافظ كل يوم على الزبادي، او محافظ بشكل متكرر على اللبن الرايب، او محافظ طول الوقت ان ياخد المكملات الغذائيه اللي فيها البروبايوتكس؟ بس خد بالك، لو انت من الناس اللي بتحب الزبادي بالفاكهه، بعد اذن حضرتك ما تجيبوش جاهز، حط انت الفاكهه من عندك في البيت عشان ما تحطش عليه سكر. كل الزبادي اللي جاي لك جاهز بطعم كذا او مضاف عليه فاكهه كذا، هتبص على العلبه من بره هتلاقي عليها كميه محترمه من السكر متضافه، وكده احنا قد ما استفدنا من البروتين اللي موجود عندي في الزبادي والبروبايوتكس، بس قصاد كده خدنا جانب سلبي وهي السكريات. فلو حضرتك بتحبه بالفاكهه اعمله عندك في البيت، ضيف عليه النسكافيه، ضيف عليه الطعم اللي انت عايز تعمله ات هوم، قدر الامكان ما تحطش سكر. ولو انت يعني بالنسبه لك الموضوع ضروري جدا، كميه قليله خالص من العسل الابيض، وتاخد برده من العسل الابيض شويه بريبايوتكس بتساعد على النمو بتاع البروبايوتكس. لو خدت بالك من ال3 حاجات دول، انا بقول لك بشكل كبير هترتاح على مستوى معدتك والجهاز الهضمي. وافتكر دايما ان صحتك اهم.